بيبدأ الفيلم في عام 1864 لما بتروح عائلة دنماركية في رحلة لأمريكا بقيادة بيتر وأخوه جون وزوجة جون ماري وابنه كريستين. ولما بيسافروا وبيوصلوا بيمشي بيتر وبيسيب أخوه وباقي العيلة، فبتبدأ رحلة جديدة لجون لحد ما بيركبوا عربية مع شخصين بول وليستر، وبيكونوا لسه خارجين من السجن بس محدش فيهم عارف، وبيبدأوا يتكلموا مع بعض. بس ماري بتلاقي صعوبة في اللغة وده بيخلي جون هو اللي يتكلم، فبيبدأوا يلاحظوا طريقة كلامهم المتغيرة والغريبة. وبيبدأ بول وليستر يشربوا، وبيعزم بول على ماري اللي بترفض تشرب معاهم، وده بيخلي جون يتضايق، بس علشان يلم الموقف بيقول لها تشرب، وده بيجرأ بول اللي بيحاول يلمسها، فجون بيقول له يسكت احسن له ويعدي الليله. فبيرفع صديقه على جون سلاح وبيشد بول ماري ناحيتهم، وده بيخلي جون يوقع منه السلاح وبيمسكه، وبيبدا الجو يتوتر بينهم. فليستر بيشد كريستين وبيرفع عليه سكينه، وبول بيخرج مسدسين من جيبه وبيرفع واحد على جون والتاني على ماري، وده بيجبر جون ينزل السلاح. في الوقت ده بيرموه من العربيه، فبيقوم جون وبيفضل يجري ورا العربيه، وبتكون الدنيا ليل، فبيفضل يجري لحد ما بيلاقي كريستين ابنه اللي بيكون مقتول ومرمي على الارض، والعربيه بتظهر قدامه، فبيشوف السواق ميت جنبه. ولما بيدخل العربية بيلاقي ماري مراته كمان ماتت، وده بيخلي جون يتعصب جدا وبيتضايق، فبيفضل يدور لحد ما بيلاقي ليستر وبول، فبيمسك بندقيته من الشنطة وبيقتلهم الاتنين، بياخد مراته وابنه وبيرجع بيهم لحد ما بيوصل البيت في القرية. في الوقت اللي بيوصل بيتر اخوه بيشوف المشهد وبيحاول يواسيه. في الوقت ده وفي مكان تاني من المنطقة بيعرف رئيس مافيا كبير اسمه ديلرو وفاة اخوه بول، وده بيخليه يغضب ويحزن جامد، فبيروح لاخوه بيقول له لازم انتقم اشد انتقام لوفاتك. فبيبدأ يدور في كل القرى على اي دليل او خيط يوصله لحد ما بيوصل للقرية المقيم فيها جون، وبيقابل العمدة كين، وبيقول العمدة استحالة حد مننا يقتل، لكنه بيرفض كلامه وبيطلب منه اجابات، وبيهدد كل عمد القرى الموجودة تحت حمايته، وده بيخليهم يقلقوا من الخطر اللي ممكن يحصل لهم، وبيقول لو ما تمش تسليم القاتل هيعدم 2 من الابرياء. الوقت بيمر ومحدش عارف يعمل حاجة لحد ما بيعدي الوقت وما بيظهرش اي معترف، وكل اهل القرية بيتجمعوا في الساحة، وبيظهر العمدة اللي بيقدم 2 للتضحية بحياتهم. الاولى ست كبيرة عجوز، والتاني هو شاب رجليه مقطوعة، ودول هما اللي وافقوا يقدموا حياتهم لإنقاذ زملائهم. طبعا ديلرو ما فرقش معاه أي حاجة من دي، وبيطلع سلاحه وبيقتل الشاب زي ما الخونة وعديم الضمير بيعملوا، وبيرجع تاني للست الكبيرة اللي بيضربها طلقة في دماغها. بيحس ديلرو إن اتضحك عليه وإن الاتنين دول كانوا ميتين أصلا، فبيروح لشخص واقف من القرية وبيضربه بالنار، وبنعرف إن العمدة كان بيدفع له $88 ضرايب علشان يعيشوا في أمان، فبيرفع القيمة $160 شهريا، وده هيسبب لأهل القرية خنقة وجوع وقلق، وده بيخلي أهل القرية كلهم متضايقين منه ونفسهم يقتلوه وينتقموا منه. وبتظهر ميدلين زوجة بول وهم في مراسم دفنه، وبتكون هي كمان نفسها تنتقم لموت جوزها. من ناحية تانية في القرية بيظهر جون وبيتر وهم بيدفنوا كريستين وميري، فبيقرروا يبيعوا كل حاجة ويمشوا من القرية، وبنعرف إنهم مصوبين ماهرين جدا، فبيروحوا لصاحب متجر اللي بينبهر بقدراتهم وبيعرض عليهم حماية منهم للقرية، بس بيتر مش بيوافق، وبيقول للشاب إنهم يتجنبوا الحرب ضد ديلرو ورجالته، وده بيخلي الشاب يقول عليه جبان وخايف. بيروح جون للعمدة كين وبيعرض عليه أرضه اللي كان شاريها من 6 سنوات ب$140، بس بيتفاجئ لما بيلاقي سعرها 150 بس، وده بيخلي العمدة يحكي له كل اللي القرية واقعة فيه، فبيضطر جون يوافق على بيعها، وبيقول العمدة يخبي الفلوس في الجزمة تجنبا للسرقة. بيجهز جون وبيتر للسفر، بس بيتقبض عليهم من عمدة المدينة وبيلاقوا نفسهم في السجن، فبيدخل على جون رئيس أمن القرية وبيقول له إن موتك هيدينا بعض الوقت مع ديلرو. من ناحية تانية بيظهر ديلرو وميدلين وهما بيخلصوا مع شركة أرض، بنعرف إن تحتها بترول، وميدلين بتكون المحاسبة بتاعت ديلرو. وفي تاني يوم بيتنقل جون لمعتقل ديلرو، ودي بلدة مهجورة وبيتربط على عمود وبيتساب تحت أشعة الشمس. من ناحية تانية بيقدر بيتر يهرب من السجن وبيقتل كل الرجالة اللي بتقف قدامه لحد ما بيوصل لأخوه جون وبيقدر يخرجه من السجن، وبيركبوا الحصان، بس باقي الرجالة بتطلع وراهم، وبيتر بيلاقي أخوه ضعيف مش هيقدر يقاومهم، فبيضطر بيتر يضحي بنفسه وبيرمي نفسه ليهم، وبتستغل ميدلين انشغال رجالة ديلرو وبتسرق فلوسه وبتهرب لحد ما بتوصل لمحطة قطر، بس بتقدر رجالته انهم يمسكوها، وبترجع لديلرو تاني اللي بيأمر رجالته بأشد العقاب ليها وبعدين يقتلوها. من ناحية تانية بيظهر جون وهو تعبان جدا في مكان فاضي خالي من الناس لحد ما بيوصل لبيت، وبتظهر واحدة اسمها ويسلر وجوزها اتقتل على ايد ديلرو من فترة، فبتدخله بيتها وبتقدم له اكل وشرب لحد ما بيتعافى جون. بيرجع جون للعمدة كين اللي خانه وقبض عليه وبينتقم منه، وبيروح للشاب صاحب المتجر اللي نفسه ينتقم لوفاة جدته، فبيبدأوا الاتنين يواجهوا رجالة ديلرو اللي وصلوا للقرية
القرية، وبيكون جون ذكي جدا في نصب الكمائن لرجالة ديلورو، وبيقتل واحد ورا واحد لحد ما بتحصل حريق في المكان المخطوفة فيه ميدلين، وده بيخليها تقدر تهرب. واخيرا بيظهر ديلورو ضد جون، فبيقدر ديلورو يضربه بالرصاص وبيصيبه، وبيوجه عليه السلاح علشان يقتله. في الوقت ده بتظهر ميدلين وبتضربه بالرصاص في ظهره، وبيقوم جون وبيضربه اخر طلقة في دماغه. واخيرا بيقدر جون يقتله ويقتل كل رجالته وينقذ كل اهل القرية من الظلم، لحد ما بيوصل رئيس الشرطة وبيقول له انا سعيد جدا لانك قاومت ضد ديلورو، بس بيكون عاوز يقبض عليه لقتله ديلورو، لكن جون بيهدده وده بيخليه يمشي من عنده، وبيفضل جون عايش مع ميدلين. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في امان وسلام. سلام.